فلافيو اساسا ما كانش هداف. اتعاقد النادي الأهلي مع عمادو فلافيو قبل بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2005. ما قدرش يسجل معاهم غير هدف وحيد في الموسم الأول، وده كان سبب في غضب الجماهير، ولكنه اتحول الموسم اللي بعده. وفي الوقت اللي بيحتفل فيه جمهور الصفاقسي بالفوز ببطولة أفريقيا، وبالتحديد في الدقيقة 92، بيهدي فلافيو الكورة لمحمد أبو تريكة عشان يسجل هدفه الأيقوني ويفوز الأهلي ببطولة أفريقيا سنة 2006 في اليابان، وتحديدا شهر ديسمبر. كانت تاني مشاركة للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. أول ماتشات الأهلي كانت يوم 10 ديسمبر قدام نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وكسب الأهلي 2-0. وجاب فلافيو أول هدف ليه في البطولة عشان يلعب الأهلي بعدها مع نادي انترناسيونال البرازيلي، ولكنه خسر 2-1. واللي سجل هدف الأهلي الوحيد في الماتش ده كان فلافيو. لعب الأهلي بعدها ماتش تحديد المركز الثالث، وقدر يفوز بالميدالية البرونزية عشان يكتب إنجاز جديد في تاني مشاركة ليه في بطولة كأس العالم للأندية. مادو فلافيو من مواليد لواندا في إنجولا سنة 1979. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بيترو أتلتيكو، ولعب معاهم لمدة 6 مواسم. استنونا الفيديوهات الجاية هنكمل كلام عن تاريخ مشاركات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.